الحمد لله حق حمده وصلواته التامات وتحياته المباركات على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وعلى علمائنا العاملين في الأولين والآخرين وعلى شهدائنا الميامين ومجاهدين الصادقين وعلينا معهم أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الملاحظة الأولى: أنا دعيت باسمي لا باسم جمعية العلماء ولا باسم أنا أمثل نفسي، لا أملك إلا نفسي. ماشي سيدنا موسى يملك أخوه، لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا لا أملك إلا نفسي. إذن فأنا أمثل نفسي باش ما تكون الأمور واضحة. وقد طلب مني الإخوة الكرام أن في المكالمات أن نتكلم عن مادة التاريخ في كتب دراسية في المدرسة الجزائرية بمراحلها. فاعتذرت وقلت يعني لم أطلع على هذا الموضوع بشكل دقيق، ولذا ألقيت معاذيري، ولكن الإخوة أبوا إلا أن أكون قال لك أرواح وضر أي كلام غير هاك كما قال مصطفى الوهراني، هذاك غير هاك. معليش أنا ما نطولش نهضر بهذاك، لكن لازم نعرفوا جميعا أنتم أهل العلم. ربي عز وجل قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد المادي في السنة الثانية للهجرة بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قبل أن يقول ذلك أمر في المرحلة المكية وهي مرحلة الاستضعاف: اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. أمر رسوله أن يجاهد، وهي في سورة الفرقان وقيل ولا وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبالمصطلح الواضح الجهاد. إذن هذا باش نعرفوا باللي هذا الذي أنتم فيه هو جهاد. وقد سماكم الإمام الإبراهيمي المجاهدون، معلمو جمعية العلماء وأنتم ورثتها، ولو لم تكن عندكم ولو لم تحملوا بطاقتها فأنتم ورثتها. إذن أنتم مجاهدون باعتبار نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تعالى المأمور من الله عز وجل أن يجاهد بالقرآن. وأنا مع سي فوكوياما ولا اسمه هذاك صراع الحضارات، أنا والله غير أؤمن بما قال. ربي يقول: كذلك يضرب الله الحق والباطل. يضرب فيه صراع بين الحق والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن على الأقل بالنسبة لي هذا ما أؤمن به وأعتقده. وإبليس راه يخدم منذ أن أنظره الله إلى يوم البعث. قال: لا أمرنهم لا أقعدن لهم صراطك المستقيم لا آتينهم من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم. كل هذا اللي سماه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله صراع فكري. وكل الصراعات قد تنتهي، صراع مادي مسلح واقتصادي، إلا الصراع الفكري فلن يتوقف إلى أن يقوم الناس لرب العالمين وتوضع الموازين القسط. ومن وجوه أو من ميادين هذا الصراع هذا الميدان تاع الصراع حول مواد الهوية، وفي مقدمتها مادة التاريخ
التي كانت فرنسا تمنع تدريسه هنا إلا بمنظورها، وهو أننا أبناء لغولوا، أو للتقليل من شأن ديننا ومن شأن عرقنا، سواء الأمازيغي أو العربي أو العرق الأوروبي هذا. إذن يعني ليس الأمر جديدا. وكما للرحمن جنود للشيطان جنود، جنود إبليس كاين في القرآن، وللرحمن ما يعلم جنود ربك إلا هو. والإمام الإبراهيمي خلينا نبقاو قال في نهاية الأربعينيات: مشكلتنا الآن ليست مع خدام فرنسا، بل مشكلتنا مع أبناء خدام فرنسا. أقسم بالله هذا كلام الشيخ البشير. أنا لا يعني تقريبا الشيخ البشير نقرأ أكثر من القرآن. إذن مشكلتنا ليست مع خدام فرنسا، هما يسميوا رواحهم أصدقاء فرنسا، هما خدام البارح واليوم وإلى أن، بل نحن مشكلتنا مع أبناء خدام فرنسا. وتشوف غير توقع مشكلة يجري للضفة الشمالية، يروح لعند جماعته: امتازوا اليوم أيها المجرمون. إذن فهذا المعركة يعني معركة كبيرة حقيقية. ولأول مرة نقول هذا ما أشعر به أحس به، لأول مرة أخاف من فرنسا في المعركة اللي رايحين نفتحوها معها، اللي هي معركة الذاكرة. أنا أخشى أن تغلبنا فرنسا لعدة أمور وكذا، منها المنطقي، منها المعقول، منها الذين وفيكم سماعون لهم. ولكن إن شاء الله بإذن الله إن جندنا لهم الغالبون. والشيخ البشير يقول: قد نرتضي لأبنائنا سوء التغذية، ولكننا لن نرتضي لهم سوء التربية. نرتضي لأبنائنا سوء التربية ولا نرتضي لأبنائنا سوء التربية. وحبيت ولا كرهت الصراع البارح واليوم وغدوة، راه كما قال وزير خارجية فرنسا: لا كروا إكرازرا لو كرواسا. هذا وزير خارجية فرنسا، هذه هي لغته، اللي هو جورج بيدو. مفروض يكون دبلوماسي، يكون ذحيلي، يكون هكا. والله مخرج ما كنتم تكتمون. لا كروا إكرازرا لو كرواسون. تلقاو الكلام هذا في كتاب لا غير دالجيري نتاع هنري أليغ. إذن فهم ما همش هذاك. ولهذا شوفوا العجائب، كل التماثيل في الجزائر كلها كسرت، هدمت، أخذت، إلا تمثال واحد راه فوق رؤوس الجزائريين جميعا، هو تمثال لافيجري. راه فوق بولوغين مؤسس مدينة الجزائر، والرئيس حميدو أحد مجاهدي الجزائر في نوتردام دافريك اللي يسميوها نوتردام. هناك تمثال لافيجري. لافيجري يقول: أنا جئت إلى الجزائر لأبعد الجزائريين عن القرآن. فتهدم جميع التماثيل في الجزائر إلا تمثال لافيجري. عجيب هذه الأمور. هذا واش ما عندناش عيون؟ ما عندناش وقيل كما هذوك لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب. وهذه المادة هذه نتاع التاريخ، إذا من أهداف فرنسا كما قال الشيخ أستاذنا أبو القاسم سعد الله، إذا من أهدافها تجريد الجزائريين من رجالهم. تحب تفرغ لنا وتخلي لنا غير الشاب فلان والشابة الفلانية وكذا، أما الرجال. وسأعطيكم الآن بالدليل، لأن الوقت لا يتسع لضرب كثير من الأمثلة. ما تقولون في الأمير عبد القادر؟ جاء هذا
17 سنة، 2 تحت قيادة والده الشيخ محي الدين، و15 عاما خاض الجهاد وواجه 3 قوى: الحركة والمغاربة وفرنسا. هاي 3 قوى التي حاربها الأمير عبد القادر، باش ماشي يروح ويقول استسلام ولا فشل، ما لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل سمعتم أن الأمير عبد القادر كان حركي في يوم من الأيام؟ ما كانش. لكن فرنسا اللي فيها الموضوعية وفيها التاريخ وفيها كذا وفيها وفيها وفيها، انظروا أين وضعت مجاهدنا الأمير عبد القادر بن محي الدين، باش يحتقره الجزائريون، يصرفون النظر عنه. كما قالت عن فاطمة نسومر، على فاطمة نسومر، قالت راهي شوية مهبولة مزيان. في ذاك الوقت ما كانش جوانفيل، ولا يدخلوها لجوانفيل، هي ماتت في طابلات رحمها الله. ولعل كيف ماتت هذا ربما ما خربشناش فيه بزاف كيفاش ماتت. الأمير عبد القادر، اقرأوا هذا الكتاب، عنوانه لي غران سولدا دو لالجيري، يعني جنود الكبار نتاع فرنسا في الجزائر: بيجو، كافينياك، روفيغو، كذا كذا. والأمير عبد القادر من جنود فرنسا. كيف ينظر الجزائريون إلى الأمير عبد القادر عندما يعلمون أنه جندي من جنود حركي؟ إنه حركي مع حركي واحد آخر. كاين حركي الوحيد اللي عطات له فرنسا كراد جينيرال هو هذا، وهذا خذات له فرنسا، عطات له شارع، اسم شارع في الجزائر العاصمة. بصح الأمير عبد القادر ما دارتلوش شارع. هذا مصطفى بن اسماعيل، مصطفى بن اسماعيل جنرال، أول وآخر جنرال في عهد فرنسا. باش يعني ولهذا الشاعر شوقي يقول: واخدعي الأحياء ما شئت فلن تجد التاريخ في المنخدعين. حكى لنا الشيخ حمد حماني الله يرحمه، هنا أستاذ متخصص في الشيخ حمد، قال واحد يهودي في قسنطينة كان تاجرا، تجارته كاسدة مايش، فقال لأبيه: قال له يا بابا لو كان نعلنوا الإسلام نوليو مسلمين، الناس يجيو يشريوا علينا المسلمين خاوتنا في قسنطينة. قال له فكرة طبقوها. أعلن إسلامه اليهودي وليدو، بداو الجزائريين كيما راهم يخدموا الآن هنايا، غير يسمعوا قال واحد اسلم اجري بوس وكذا، وخاوتك مسلمين على ما تبوسش هنايا. واحد ما جابسني أنا ولا سلم عليا ولا. على كل حال كما قال الشيخ أحمد حمواني: تحقروا سلعة بلادكم، تحقروا سلعة بلادكم. المهم أعلن إسلامهم، جات الناس زرافات ووحدانا، شراو كذا، التجارة انتشرت، الأرباح دخلت. هذا اليهودي دائما طماع، هذاك اليهودي قليل التجربة الصغير، قال لباباه: لو كان نعلنوا رانا الشرفاء من الأشراف تزداد تجارتنا. وباباه هو يهودي ديجا، عنده تا يهوديت، حب يعلم يعطي درس لوليدو. قال له: روح لعمك رزقي هذاك القبايلي كما يقول، قول له يعطيك الزيت القديمة باش نداويو بها. راح لي يا عمي رزقي ويسلم عليك بابا شالوم، وقال لك اعطيني شويه الزيت القديمه للدواء، عطى له الزيت. الثانيه قال له عاود قول له اقدم، طارت له هذاك عمي رزقي، قال له هذا قبل ما يدخل باباك في الاسلام. اما هذاك اليهودي واش قال له وليدو؟ قال له: يا وليدي باش نعلنوا الشرف حتى يموتوا كبار الحومه، حتى يموتوا كبار الحومه. اذا ما دمتم انتم ان شاء الله صغار الحومه وكبار الحومه، الكبار هنا مش بالسن، خاطر تلقى كبير في السن وصغير في العقل، وتلقى صغير في العقل وكبير في العمر. فإنكم إن شاء الله بالمرصاد
لهذه المؤامرة الكبيرة التي تدبر مش غير ضد الجزائر فقط. ولأمر ما باش نختم،